لا تعبدوا الله ليعطي، بل اعبدوه ليرضى، فإن رضي أعطى وأدهشك في عطائه. يوجد طالبان في المدرسة، الأول يدرس بإرادته وشغفه وحبه للعلم واجتهاده، بينما الآخر فبإلزام وضغوطات من والديه. برأيك أخي الكريم، من سينجح؟ أيهما سيكون أعلى في طلب العلم؟ وأيهما سيكون المثابر في علمه؟ أكيد الذي يدرس بإرادته وبشغفه وعشقه للعلم. وكذلك يا إخواني العبادة، لا تعبد الله طمعا في عطاياه ولا خوفا من عذابه أيضا، بل اعبده لأنك تدرك أنه المستحق في العبادة وحده، فهو الغاية والمقصد وهو النهاية والبداية. اجعل رضا الله غايتك الكبرى، فهو إن رضي عنك أغناك بما لا تتوقع وأدهشك بعطائه الذي لا حدود له. لا تجعل عبادتك تجارة، بل اجعلها علاقة حب وإخلاص مع الله لا تنقطع، علاقة تسمو بها روحك وترقى بها نفسك. تذكر أن الرضا هو مفتاح السعادة، وأن العطاء الذي يأتي من رضاء الله أعظم وأبقى من أي شيء تمنيته أو طلبته يوما. فالرضاء جنة الروح، والعطاء الذي يتبعه امتدادا لتلك الجنة في حياتك. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الهدف الأساسي من وجودنا هو العبادة، لا شيء آخر، العبادة الخالصة. أخي الكريم، اعبد الله ليرضى، فإن رضاه غنى. اعبد الله ليرضى، ففي رضاه درسك وغناك. ناداك قلبي خاشعا ولساني، يا عالما بالسر والإعلان. فرج كروب المسلمين جميعها، واحفظ علينا نعمة الإيمان. يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالغفران. تعفو الملوك على النزيل بحيهم، كيف النزيل بساحة الرحمن. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.